اكس ار ب 9000 جنيه. ثواني بس، قول لي انت بتنزل ب 300 جنيه؟ نزل. احنا هنتكلم في اي موبايل مستعمل، هنطلع معاه شاحن، سكرينه اماميه وسكرينه خلفيه وهاند فري وجراب. اديني عرض تاني، يلا خش عليا. هنتكلم في عرض تاني، جهاز هديك معاه جهاز هديه زي كده، تاخده لابنك الصغير، تاخده لاي حد، اديك معاه جهاز هديه، تختار الجهاز اللي يعجبك، وكمان معاه سكرينه شاحن، اماميه، سكرينه خلفيه، شاحن، شامل هاند كل فري، العروض. جراب. اكس اس ماكس مع البوكس اللي انت شايفه ده، هاند فري وايرلس هولدر زي ما انت شايف، رينج لايت 70 واط بالمقاس اللي انت شايفه، ويشيل 3 اجهزه للناس التيك توكر بقى واللي بيعملوا فيديوهات، ومع سكرينه وجراب وشاحن وكل الدلع ده. وفاجئني بقى، بص بقى ركزوا معايا، اكس اس مع ايربودز مع سمارت ووتش مع الشاحن مع سكرينه مع جراب مع عدسه الكاميرا، كل ده بسعر 12000 جنيه. استنى لحظه وقابلوني لو استاذ محمود طلع شيكو تاني في اي فيديو. طب يا شباب، زي ما وعدناكم النهارده جايين نجيب لكم اسعار الموبايلات الايفون مستعمله من داخل المحلات، واكتر من مره قدمنا نفس الفكره، ولكن المكان ده مميز جدا وهعرفكم ليه دلوقتي. يلا بينا نخش نشوف صاحب المكان، يلا بينا. اهلا بيكم يا استاذ محمود. محمد غالي، عامل ايه حبيبي؟ الناس كلها بتسال عليك، وبصراحه من اول فيديو عايز اقول لك ان كل المتابعين طلبوا اكتر من مره ان احنا نيجي نصور معاك لاكتر من سبب، فهنبدا نتكلم مع الناس. شرف لينا، واحنا يعني وحشنا متابعينا الغاليين، وان شاء الله نقدم لكم عروض وخدمه افضل وافضل ان شاء الله، ونكبر بيكم باذن الله. اهم حاجه جاهز هنكسر الدنيا، يلا بينا ان شاء الله، يلا بينا. طب يا شباب، دلوقتي زي ما احنا كده شايفين مع بعض، احنا لسه داخلين، وحبيت برضو في بعض الناس زي ما انتم شايفين واقفه بتشتري. الناس دي انا ماليش علاقه بيهم خالص ولا اعرفهم، وهنشوف برضو رايهم في المكان ايه، ويلا نسمع مع بعض. مساء الخير. اهلا بيك. اسمك كريم ايه؟ الفنان. ومعنا الفنان يا شباب، بس الفنان كده يفتكرون ان احنا عارفين بعض ومتفقين. لا ما حدش يعرفنا. طيب مبدئيا كده، انت ايه رايك في مكان ترند ستور بما انك انت بتتعامل معاهم؟ ترند ستور انا دخلته كده من كام يوم، عجبني تليفون عندهم ايفون، لقيته حاجه تحفه، فجيت احسنه. تمام. دخلت عليهم، معامله فوق الممتاز، خدمه ممتازه، هدايا عندهم، مديني هدايا كده. يا عم انت فين؟ انت بتوزع يا شيخ؟ قال لي انت طالما دخلت عندي اول مره فلازم اظبط معاك الدنيا. فتعالوا نشوف حد تاني برضو كده وناخد رايه. استاذنك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. مساء الخير. اسمك كريم ايه؟ محمد. عشت الاسامي يا محمد. قول لنا كده ايه انطباعك عن المكان هنا في ترند ستور؟ الناس بتتعامل معاك ازاي؟ خدمه ما بعد البيع. بصراحه خدمه ما بعد البيع هايله، السيلز هنا جميل يعني. في اي حد بيأثر معاك في تعامل، في ماديات، في حاجه مثلا؟ لا، الاسعار مختلفه كتير عن بره بصراحه. يعني انت شايف الاسعار هنا افضل من بره؟ افضل من بره بكتير. كتعامل محدش بيأثر معاك في حاجه؟ لا، عندهم خدمه ما بعد البيع هايله. انا اعرفك، في اي اتفاق بيننا في اي حاجه؟ تعالوا نشوف في حد تاني معانا. اهلا بيك. اسمك كريم ايه؟ مصطفى. عشت الاسامي مصطفى. ايه رايك في ترند ستور وانطباعك عن المكان والناس هنا؟ بصراحه ممتاز جدا جدا جدا، وفرحان وسعيد جدا بالمكان وخدمه والاسلوب الصراحه، ومش مقصرين معايا في اي حاجه. عايز اقول لكم ان خلي بالكم، انا لو فضلت اكمل لحد كده هتسمعوا نفس الكلام، وعشان كده جينا صورنا لكم تاني، واديكم شايفين اراء العملاء اللي بيجوا يشتروا، والناس دي انا ما اعرفهاش ومفيش اي تواصل بيني وبينهم، بس حبيت اوريكم حاجه بسيطه، ويلا بينا نكمل بقيه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا شباب عايزكم تركزوا معايا قوي، لان احنا النهارده بنصور من مكان واحد من افضل الاماكن حرفيا اللي انا بحب اصور فيها، خلاف ملحوظه مهمه جدا. المكان هنا ده كان اول مكان نبدا بيه سلسله اسعار الموبايلات من داخل المحلات، وبفضل الله اول فيديو عملناه من داخل المكان هنا تخطى 250 ألف مشاهدة، وكان سبب ان احنا نكمل في السلسلة كاملة، وده لأكتر من سبب. اولهم ان مستر محمود، وهعرفكم عليه تاني دلوقتي لان في ناس عارفاه وفي ناس يمكن لأول مرة بتشوفه، كان في مصداقية جامدة جدا من اول فيديو، وتقدروا ترجعوا وتشوفوا الكومنتات الخاصة بالفيديو، وتشوفوا كل تعليقات الناس اللي اتواصلت مع المكان، خلاف ان انا اضمن لكم اي جهاز ممكن تاخدوه من هنا، ونادرا لما بقول لكم في مكان على مسؤوليتي الشخصية. وعشان ما اطولش عليكم في المقدمة، تعالوا كده نرحب بمستر محمود. ازيك يا استاذ محمود؟ محمد الله يخليك. بجد فعلا الفيديو دوت انا نفسي قبل ما انت تكون عايز تصوره انا ببقى مستني اصور معاك حبيبي. الله يكرمك. وخلي بالكم يا شباب، ده ما فيهوش اي مجاملات خالص. فعلا استاذ محمود ما قصرش رقبتي مع اي حد تواصل بالمكان هنا. انا كل دور ان انا باجي اعرض لكم اسعار الموبايلات، حالاتها، اجيب لكم اماكن موثوقه تقدروا تتواصلوا معاها، ما يكونش فيها اي مشكله. ولكن خليني اقول لك بقى ان مستر محمود النهارده هيروق عليكم، لان احنا مش هنعرض ايفونات بس، احنا هنعرض ايفونات وهنعرض اندرويد مستعمل للناس اللي طلبت، وهنعرض كمان اجهزه جديده. ولكن في ملحوظه صغيره، ان العروض النهارده اللي هنقدمها لكم مش مستر محمود اللي هيقدمها، ولكن هو شخص يمكن بالنسبه لنا حاليا حاجه كده من ريحه الشيخ محمود. قوم بينا كده يا شيكو، تعالى. بصوا بقى يا شباب، شيكو ابن استاذ محمود،
هو اللي النهارده هيقدم لكم كل العروض، وحرفيا هيبقى في منافسه بينه وبين استاذ محمود على كل اسعار الموبايلات وكل حاجه. اهلا بك يا شيكو، عامل ايه؟ الحمد لله. لا انا عايزك تفوق معايا، ده انت بقى النهارده الناس دي كلها هتبقى مستنيه اللي انت هتعمله، فمجهز لنا عروض حلوه ولا ايه؟ كله زي الفل. طب يا شباب نركز بقى مع بعض دلوقتي. مستر محمود هيقول لنا الاسعار، وعلى فكره يا شباب المكان هنا النهارده ده افتتاح الفرع الجديد، ده مكان غير اللي احنا صورنا فيه اول فيديو، فعشان كده جايين نروق عليكم. اتفضل يا استاذ محمود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متابعينا الغاليين، انا بتشرف بيكم، بتشرف ان انا بصور تاني معاكم، وفرحان جدا 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 ان انا بصور مع استاذ محمد النهارده. حبيبي مش عايز اقول الفيديو الاولاني عمل معانا رياكشن عالي قوي قوي قوي، الحمد لله ما شاء الله. الحمد اعلى لله. فيو جاي من عند الفيديو بتاعك، ما شاء الله. الحمد لله، يعني حاجه تشرفنا، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم دايما، وباذن الله باذن الله اللي جاي احلى كتير معاكم وبيكم، ان شاء الله نكبر بيكم ان شاء الله. الله المستعان. بس مش عايزك تنسب معلش ان اللي جاي احلى، لان شيكو دي بتاعته، ولا انت هتخلي بابا ياخدها منك ولا ايه بالظبط؟ لا انا عايزك هو هياخد منك العروض. ده الفرع الجديد يا شباب، ترند ستور. رقم التليفون بتاع الفرع بتاعنا 010 17 800 700. الرقم ده يا شباب عليه واتساب اتصال، تقدروا تتواصلوا مع مستر محمود في اي حاجه من اللي احنا بنقولها سواء واتساب او اتصال. ويلا بقى يا مستر محمود عشان ما نطولش موضوع عليكم الاسعار بصفه خاصه فعلا والله، لان محمد المكتري حبيبي واخ ليا غالي جدا عندي، حبيبي. وانا ما ينفعش ازعل متابعينه خالص، حبيبي. وبحاول على قد ما اقدر اوسطن الامور، وما بعملهاش بيعه واحده. يعني لو انا في اليوم بعت 10 بيعات ما فيهاش مشكله، اما بيعتين بيقعوا معايا ودي بتشيل دي، والحمد لله رب. شوف حاجات جامده قوي، فخليك معايا لاخر الفيديو. بس قبل ما نبدا كالعاده ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت اول مره تشوفني شرفني وجودك في القناه، والشير يا جماعه اهم حاجه، لان ده اكتر حاجه انت بتدعمني بيها. تعمل شير للفيديو ويلا بينا. حاجات بقى اللي ايه انا عايز اقول لك بقى، بص يا شباب، من افضل الاجهزه اللي انا بقول لك لو انت لسه داخل على الايفون جديد روح للاكس ار. قول لي كده يا مستر محمود، الاكس ار عندك متوسطه، او قول لي الستارت بتاعه بيبدا من كام؟ طيب احنا عايزين متغير. نقول حاجه كده مهمه جدا، ان قصه الاسعار اللي احنا بنقولها دي مش ثابته ومش ملزم بيها قوي 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 قوي، لان الدنيا بتتغير جدا. هنتكلم في الاكس ار، حبيب الملايين. حبيب الملايين. فعلا. يعني عندي حته اكس ار 64 حالتها نظيفه جدا 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 الله. مغيره ظهر، ممكن اطلعها لحد 9000 جنيه. كم؟ 9000 جنيه اكس ار ب 9000 جنيه. خلي بالكم الاسعار دي دلوقتي دي بدايه حلوه. طيب ده بالنسبه للاكس ار يا شباب، والبدايه حلوه يا شيكو. انا مش عايز الاسعار بتاعت بابا بس، على فكره يا شباب معاذ ابن استاذ محمود فلازم يروق عليكم. الاسعار اللي هو بيقولها انا عايز تعديلات بقى منك. تعال نطلع يا مستر محمود، معانا ايه بقى؟ اكس اس. الاكس اس عندنا عموما 256 جيجا، تبدا اسعارهم معانا من 12500. ما شاء الله. مساحات 256 جيجا. طبعا حسب البطاريه وحسب الحاله يا شباب، او قال لكم معظم كل ده بطارياتنا اللي 100% بيبقى مغير في دبي، انا مغيره بنفسي في دبي، وفي حاجات في التسعينات، في اوائل التسعينات. زي ما انتم شايفين يا شباب الالوان كلها متاحه، فانا اكيد مش هقدر اعرض كل الاجهزه، ولكن انا بديكم بعض الموديلات اللي بيبقى عليها طلب. الاكس والاكس اس عندنا اسود وابيض وجلد. الجهاز ده والله العظيم انا واحد من الناس بحبه لحد النهارده، وحلو لاي حد يا شباب لسه بيبدا في ايفون وحابب يمسك حاجه صح. الابديت وقف عليه ولكن كل الابلكيشن شغاله، وهو ده بص، حتى بص اي لون هتلاقيه موجود. 8 بلس. قول لي يا مستر محمود الستارت عندك بيبدا من كام في ال8 بلس؟ في ال8 بلس بيبدا معانا من 9.5. 9000 ونص. الاسعار دي يا شباب بقى النهارده 9.2. خلي بالكم، واللي هيسرع بالاتصال انت لسه ده 9.5 ستارت من غير الهدايا، ده لسه في هدايا وفي كلام كبير. انزل حط لايك بسرعه. يلا بينا يا مستر محمود. قول لي كده هنطلع مثلا معانا ايه تاني ممكن نطلع بيه؟ ممكن نطلع شويه للاكس اس ماكس، ده بقى الدينامو الدلع. خش على الدلع الجولد بقى، الشوكولاته. قول لي يا مستر محمود الستارت اكس اس ماكس عندنا 256 جيجا، بيبدا ستارت 18000 جنيه ان شاء الله. طبعا كل جهاز وليه ملابساته، ومعانا في الاكس اس ماكس لحد 512 جيجا الله، ويوصل معانا ل 21 ونص. ستارت 18000. خلي بالكم احنا بقالنا تقريبا شهرين كان ستارت الجهاز ده، حاليا معانا من 19 ل 20. النهارده مستر محمود بيقول لك ب 18000 جنيه. الاسعار اللي كنا قربنا ننساها يا شباب. تعالى كده بقى معايا مستر محمود نعلى بالليفل شويه. وطبعا كل الالوان زي ما احنا شايفين متاحه. الايفون 11 اللي انا بقول لك ده افضل اختيار ليك حاليا في 2023، لان ده لسه الابديت شغال عليه. كمان الاكس اس ماكس ممكن ما يوصلوش اخر ابديت، ولكن ال11 لسه الابديت شغال عليه. قول لي بقى وفاجئني بقى. لا 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 الالوان كلها موجوده. بص ما شاء الله، خش كده معايا. بصوا الالوان كلها موجوده، ده مش ال11 بس، ده اي موديل هتلاقيه. قول لي يا مستر محمود الستارت بقى عندك كام للايفون 11؟ عندنا ال11 بيبدا معانا ال 64 جيجا 18000 جنيه، ال 128 متوسط ل 20000 جنيه.
والله العظيم الاسعار دي حاليا انزل السوق واسال. تعالى يا مستر محمود خش قول بعد لي كده بقى. أحسن. طبعا يا شباب اللي احنا قلناه برضو خليني اقول لك احنا معانا ال11 برو وال11 برو ماكس بكل الوانه. بص كده يا شباب اللي هو تقريبا مطلوب من كل الناس زي ما انت شايف. طبعا الجهاز ده سعره متغير، فانت لو عايز تعرف اسعار الموبايلات دي تقدر تتواصل مع مستر محمود بالارقام اللي احنا هنسيبها لكم في وصف الفيديو، هتلاقوا كل الارقام موجوده. بس انا عشان خاطر وقتكم الاجهزه ما شاء الله كتير، فمش عايز افضل اقول لك على كل جهاز. طبعا اي موديل اللي احنا مش هنقول سعره تواصل مع مستر محمود هيقول لك عليه على طول. ولكن خلينا نقفز كده بسرعه وندخل بقى على الايفون 13 وقول لي كده يا مستر محمود اسعاره ايه؟ بصوا يا شباب معانا 13 128 جيجا يبدا معانا من خدني بلاش بوم كام؟ 29000 جنيه. ايفون 13 هيبدا من اول شيكو طلع يا شباب. لا استنى عايز ايه؟ لا ده انت ادام هتتكلم بقى ده احنا نديله المايك. قول لي. لا انا امسكه لك يا حبيب قلبي. قول لي السيرتين العادي سعره بيستارت 29. لا عندنا دي هيعمل 28700. بقول لكم ايه ده بيسخن، ده عامل لكم حاجات في نهايه الفيديو ده انتوا هتتفاجئوا. عاش يا شيكو. لا ده انت كده ما شاء الله بدا يفوق معانا اهو يا شباب. ثواني بس. قول لي انت بتنزل ب 300 جنيه؟ نزل. انت بتنزل ب يلا. 300 جنيه؟ والله قول لي عشان خاطر المتابعين. بس استنى اللي مش هيعمل لايك ايه ظروفه؟ لا برضو ملوش هيبقى اي في خصم. هيبقى في جهاز لا ما تحرقليش العروض، ما تحرقليش العروض. ده انا مخلي لك ده في حوالي 5 عروض يا شباب في نهايه الفيديو. احنا اللي مش هيحط لايك للفيديو ويعمل شير ملوش اي عرض. مفيش اجهزه عندنا للبيع. ملوش اي عرض. لا. طيب امسك كده مستر محمود استاذنك. رجع بس المايك يا شباب. زي ما انتم شفتوا يا شباب كده ستارت الجهاز هنلغي 29000 هيبقى 28700 زي ما استاذ شيكو قال دلوقتي. ولا انا عايزك بقى تشتغل معايا في الاجهزه كلها يعني. بص اي لا. موديل بابا يتكلم فيه تخش معايا على طول. تمام. طيب نخش بقى بعد كده يا مستر محمود على ايه تاني تحب تعرض سعره؟ في 12 برو ماكس. حالات الاجهزه يا شباب يعني انا بس مش عارف اوريكم حالات الاجهزه قوي بس ما شاء الله طبعا تقدر تيجي وتشوف بنفسك زي ما بقول لكم في كل فيديو. يبدا ستارت. معانا ستارت من 39 و40. ستارت 39 40. خلي بالكم ان احنا كنا في اخر فيديو تقريبا كان نفس المتوسط كان بيبدا من 40000 جنيه برضو. طبعا الاسعار دي الجديده يا شباب، ولكن اللي بيخلينا شويه نهون في الاسعار العروض اللي بنقدمها، الحاجات اللي بتطلع مع الفيديو. مش عايز تقول حاجه يا شيكو في الجهاز ده؟ انا نفسي تقول اي حاجه والله يا شيكو. قول لي كام يا شيكو؟ 38800. يعني هنلغي ال 40000 ونتكلم 38800 يا شباب. شالكوا 1200 جنيه من ستارت الجهاز ال 12 برو ماكس. لا ده شيكو جاي يدلع. لا ده انت تطلع معانا في كل فيديو. احنا بص نخلي بابا يطلع بره الفيديو وانت كمل معانا عشان بابا كده بيدينا اسعار مش هتنفع دلوقتي. طب يا شباب ركزوا بقى معايا. ما شاء الله 12 برو ماكس هننسى السعر بتاع ال 40000 اللي قاله الاستاذ محمود واحنا نركز مع شيكو. احنا ممكن نخليه يقول الاسعار بعد كده وهيبقى 38800. انا بعد كده اي جهاز هقوله هرفع في سعره 2000 جنيه. خلي بالك بقى. خلي بالك بابا بدا ياخد حصره منك. معلش الدبانه دي مصممه تطلع معانا في الفيديو فاحنا قلنا نستضيفها معانا النهارده. قول لي يلا يا مستر محمود نخش بقى. السيرتين اتكلمنا في السيرتين نتكلم في السيرتين برو ماكس. بصوا يا شباب زي ما قلت لكم للمره الالف كل الاجهزه دي لسه عليها عروض لسه ما اتكلمناش فيها. قول لي يا مستر محمود ستارت يعني احنا ممكن نتكلم في 42000 جنيه. كام؟ 52000 جنيه سوري. يا ريتني ما سالته. قال 42. ما تعلق على بابا. انا قلت ايه؟ لا بصراحه يا شباب خلي بالكم هو 42 ما فيش دلوقتي. لا ستارت لل 13 برو ماكس مستحيل. كام؟ 52000 جنيه من غير كلام من غير شيكو اسخن يا شيكو ولا اي حاجه. طب خلاص مش هنضغط على مستر محمود في الجهاز ده. حرفيا ده اقوى جهاز في شركه ابل حاليا النهارده، محبوب وعليه طلب، واقوى جهاز من شركه ابل كبطاريه. واتحدى اي حد في المعلومه دي، فعلا اقوى بطاريه في كل اجهزه ابل لحد النهارده هو الجهاز ده 13 برو ماكس. وفي بعض الاماكن الجهاز ده وصل عندها لحد 65000 جنيه النهارده. ممكن بكره ينزل وممكن يرفع. من شهر كان بيتباع ستارت بتاعه 38 37 ولكن زي ما احنا عارفين الاسعار متغيره وكان لسه من قريب. بس احنا بنقول بنعرض اسعار اليوم وانزل واسال بنفسك ولسه العروض هنتكلم فيها في النهايه. تعال بقى يا مستر محمود ندخل على الايفون 14 برو ماكس. ده انا محتاجك فيه وش. ده انا محتاجك فيه لازم تتكلم. بس نبدا ببابا الاول عشان ايه ولا انت هتاخد حذرك وتعالى؟ لا هو يقول هو يتكلم في الاسعار. نخش على شيكو يعني على طول. ال 14 برو ماكس هنتكلم فيه بدايه كده. بس اوعى تعلل اللي شيكو هيشيله. لا ماشي. خلاص هو اصلا الجهاز غالي شويه يعني. لا انا عارف سعره رافع جدا الفتره دي. فيبدا معانا مثلا الجهاز النظيف المحترم من 63000 جنيه. 63000 جنيه. كانكم ما سمعتوش اي حاجه يا شباب. احنا نروح للباشا بتاعنا برنس. تعالى يا شيكو. نقول
لي 62 ونص. قال لك 42 ونص، كانوا ما قالش 60. كام يا شيكو؟ 62 ونص. يلا شلك في الستارت 500 جنيه، فيبقى كده معانا ال 14 برو ماكس ابتداء من 52 ونص. وخلي بالكم يا شباب كل الاجهزه دي بضمان، وخلي بالكم الاجهزه ما شاء الله حالتها ممتازه جدا جدا، وتعالوا شوف الاجهزه بنفسك. طب يا شباب دلوقتي بقى جينا للجزء اللي تقريبا لتاني مره في القناه عندنا، واول مره تقريبا من سنه هنبدا نتكلم في الاندرويد، لان في ناس كتير منكم طلبت مننا نعرض اندرويد، والنهارده بقى مستر محمود ده هيعرض لك اندرويد مستعمل وجديد. بس قبل ما ابدا معاكم خليني اقول لكم ان الريلمي سي 53 موجود والريلمي سي 55 موجود، اكتر جهازين اندرويد حرفيا دلوقتي عليهم طلب. خلينا نبدا بالاسعار اللي في المتناول للناس البسيطه. قول لي بقى. احنا هنتكلم في الاندرويد. عندنا في الاندرويد كل الشركات بتاعتنا معانا فيها شغلها، واليوزد وجديد. تمام. اليوزد عندنا في النوكيا، وفي الفيفو، وفي الاوبو، وفي السامسونج والريلمي. ستارت بقى كده، قول لنا الاسعار الجديده وبعد كده نخش في المستعمل. مثلا احنا ممكن نتكلم في الجهاز النوكيا ده، جهاز نوكيا سي 1 اندرويد، يشيل واتس ويشيل فيس ويشتغل مكالمات بالضمان. تمام. هيبدا معانا ب 1850 جنيه. خلي بالك يا شباب 1850 في موبايل زيرو مش مستعمل. طب والجهاز الثاني اللي معانا ده استاذ محمود ان شاء الله شاشته اكبر وكده، قول لي متوسط سعره كام؟ متوسط 2100 جنيه. 2100 جنيه، يعني تقريبا فرق 300 جنيه في الجهازين. ما شاء الله تقدر تجيب دولت لو انت حابب تشيل موبايل جديد ما بتحبش المستعمل. تعالى بقى يا مستر محمود قول لي كده، عايزين نعلى بقى بالليفل شويه في الاجهزه الجديده. انا شايف اوبو اي 98 5G هو احنا عايزين نقول حاجه، ان دي كده عينات من الشغل اللي موجود. انت اي جهاز اندرويد محتاجه هتلاقيه بفضل الله، اي موديل حتى لو مش عارضينه موجود عندنا اي جهاز اندرويد. طب قول لي كده ال 98 5G وال 78 دول ده كام وده كام؟ ال 78 ده عامل 10900. تمام. ده رام 8 256 ما شاء الله. ال 98 عامل 13000 جنيه. بس ده عالي طبعا. الجهاز عالي. ده 5G، جهاز رام 8 256. الجالاكسي الاي 14 الاي 14 ده زي ما احنا شايفين. السامسونجات عندنا الاي 14 ده في منه الاثنين رام 4، في منه 64 جيجا وفي 128 جيجا. السعر ده وسعر ده يعني ال 64 جيجا 6600 وال 128 جيجا 7500. قول لي كده الريدمي 12 ده عشان الجهاز ده مطلوب رام 8 مساحه 256. الريدمي 12 رام 8 256 ب 9800. الجهاز ده على فكره يا شباب ممتاز قوي وعليه طلب كتير الفتره دي، وطبعا رام 8 مساحه 256 هيبقى كافي جدا ليك. قول لي بقى الجهاز ده برده يا شباب الاي 17، عشان في ناس سالتني عليه وانا قلت لهم تقريبا ما فيش منه جديد، ولكن بصراحه انا اتفاجئت ان لسه في منه جديد. الاوبو الاي 17 ده سعره كام يا استاذ محمود؟ الاي 17 ده رام 64 جيجا عامل 6100. السي 53 اللي هو المفروض شبه اجهزه ايفون وجهاز عمل ضجه جامده، ولكن خلينا نشوف عند مستر محمود الجهاز النهارده سعره كام يا مستر محمود؟ السي 53 النسخه الرام 628 جيجا عامل 7850. 7850. خلي بالك السعر ده كويس قوي النهارده. 55 يا شباب الفيرجن الاعلى من ال 53 ده عامل كام؟ يا معاذ انا سايبه شيكو، احنا سايبين شيكو دلوقتي شكله هينام مننا بس احنا هنجيبه ثواني. ايوه السي 55 رام 8 256 جيجا عامل 8700. طب انا بقول كفايه كده بقى مستر محمود جديد، لانك يا شباب لو قعدنا نتكلم على الاجهزه الجديده ما شاء الله مستر محمود عنده حوالي اكتر من 50 نوع بالوانهم، فالفيديو وقته هيروح في الاجهزه. فانت اي جهاز بتحلم بيه كلم استاذ محمود، زي ما قلنا لك الارقام في وصف الفيديو وقلناها في البدايه، تقدر تتواصل معايا يقول لك. هبدا اخدكم بقى دلوقتي للاجهزه المستعمله. طب تعالى شيكو عايز يقول حاجه، قول لي يا حبيبي امسك كده وقول لي بقى. ده لسه ما اتكلمناش في اسعار. احنا لسه ده كده هيديكوا عرض يا شباب. تعالى لي كده. ده كده يا شباب شيكو هيديكوا عرض على الاجهزه الجديده قبل اصلا فقره العروض كلها. قول لي بقى. ده عرض مني انا. اي جهاز جديد تاخد مني جراب وسكرينه وهاند فري هديه. لا فري. صراحه يا شباب عدى العيب. خلي بالكم ان الاجهزه الجديده صعبه قوي. هو هيروح البيت النهارده. انا عايز اقول لكم ان الاجهزه الجديده صعب حد يعمل عليها عروض لسبب، لان هي بيبقى نسبه الربح فيها يا شباب معروفه في كل المحلات. فعلا. فانه الجهاز الجديد ده محمد بنشتغل فيه كده زي ما بيقولوا ايه، يعني حاجات بسيطه تكميلات. المستعمل بصراحه ممكن يتعمل فيه واجب، ولكن الجديد بيبقى مكسبه يعني هامشي جدا. فكل كابتن معاذ جاي النهارده سكرينه وجراب. لا بقول لك ايه، شيكو هيدلعنا النهارده. خلي بالك سكرينه وجراب وهاند فري احنا بنتكلم حوالي 200 250 جنيه كده اوفر على ثمن الموبايل. فانا مش عارف بصراحه هو بابا هيدخلك البيت النهارده ولا لا، حسابه معايا بعدين. بس بقول لكم ايه،
احنا هنطلعه معانا بعد كده في كل فيديو. تعالوا فكوا بقى في المستعمل دلوقتي يا شباب، واصحوا لي بقى هنا. عايزك تصحى لي يا شيكو في المستعمل قبل العروض. طبعا احنا لسه ما جيناش للعروض يا شباب، بس اول جهاز هبدا فيه في المستعمل ده اكتر حاجه يا شباب مطلوبه عندي، او ناس كتير بتكلمنا عليها يا استاذ محمود، وهي التابلت. عشان لو حد محتاج مثلا حاجه لابنه او لبنته بتبقى الرؤيه عليه احسن. هو التابلت ده مطلوب جدا بالنسبه للاطفال علشان خاطر يقدر يحط عليه جيمزات، يحط برامج يشتغل عليه كويس جدا. ما شاء الله حالته ممتازه، انا شايف حالته ممتازه. لا التابلتات دي تعتبر جديده او كسر الزيرو زي ما بيقولوا، وعندي منها الكميات اللي انت عايزها. ما شاء الله. تابلت لينوفو 7 بوصه بالكرتونه بتاعته كسر الزيرو. التيكت يا شباب لسه عليه زي ما هو من هنا زي ما احنا شايفين، وفي الكميات اللي انت محتاجها ما شاء الله. عندنا منه كميات مهوله يعني. لا هم شايفين عينه الشغل بس اللي احنا يا شباب بس جايين نعرضها لكم، انتوا شايفين يعني ما شاء الله الموضوع مش مستاهل ان احنا نعلق عليه كتير. التابلت ده هنطلعه بصفه خاصه للعرض، يعني نحسبه 1900 جنيه بشريحه. التابلت ده بشريحه، تابلت لينوفو ب 1900 جنيه شريحه، حالته تقريبا زيرو لسه بالستيكر بتاعه من تحت عليه. 1900 جنيه ولسه في عروض ولسه في حاجات هتطلع مع التابلت ده لسه في. خليكم معايا. انت حطيت لايك ولا لسه؟ تصدق تبقى صعب قوي لو لسه ما حطوش لايك لحد خلي بالك وانت بتكلمني وهتطلب مني اي حاجه هرجع للفيديو واشوفك حاطط لايك ولا لا. وخلي بالك الكود الخصم الميكتري 3 8، لو كلمت مستر محمود من غير كود الخصم الميكتري 3 8 مش هتقدر تفوز باي حاجه من العروض اللي جايه دلوقتي او من اي حاجه هنقولها داخل الفيديو باسعارها. الميكتري 3 8. احنا دايما اتعودنا ان احنا نكبر بيكم. هم بصراحه الناس فعلا محترمه وبتشكر فيك جدا. وتعالى كده يا مستر محمود قول لي بقى الجهاز الاوبو ده كده معانا ده رام كام ومساحه كام ومتوسط سعره كام؟ الجهاز الاوبو ده بالوانه كلها موجود، عندي منه الكميات اللي انت محتاجها. أيوة انا شايف فعلا ده اوبو اي 57 رام 64 جيجا بالسكرين كمان راكبه عليه جاهزه. طبعا انا هقول لك سعر قنبله. احنا اتكلمنا في الاي 17 الاوبو النهارده ثمنه 6000 جنيه، نفس القصه رام 64 جيجا. انا هديك الاوبو ده النهارده ب 3000 جنيه. يعني بقول لك بص الموبايل عامل ازاي، بص كده معايا، بص الموبايل ما شاء الله. مش محتاجين نتكلم كتير يا شباب، والدبانه دي جننتني بس لازم ماشي. تعالوا يلا قول لي كده. مش هنكسر كلمه شيكو في الجهاز الجديد برضه في المستعمل. هتديهم عرض ايه في المستعمل بقى؟ قول لي كده يعني اديني عرض نسخن بيه على اي جهاز مستعمل، وامسك بقى كده عرض من ضمن العروض اللي هنعملها ده يا شباب. هنحرق عرض كده صغير بس نسخن بيه الجو. قول لي كده يلا. اي جهاز مستعمل لا علي لي صوتك عشان الناس تسمع. يلا. اي جهاز مستعمل هديك معاه كفر سكرينه وهاند فري وتشارجر، واديك سكرينه باك. السكرينه الباك دي بتبقى عامله حوالي 350 جنيه، هديها لك فري تبع الاستاذ مكتري. فكره هو روق عليكم، بس عايز اقول لكم ان شيكو شويه من النوع الهادي، لكن انا بقى هاجي لكم بالجنان دلوقتي واقول لكم هو عمل ايه، لان انتم مش مركزين معايا. الحاجه الثانيه دي بالنسبه للايفون. الايفون بقى احنا مش هنعمل في الايفون سكرين عاديه برضه، دي هديه خاصه لمحمد المكتري. خش بقى كده على الشغل 3 8 الله، وتكون عملت لايك للفيديو وشير. قول لي بقى هننزل لك سكرينه، مش هنحط سكرينه عاديه مش غزاله اتش دي، لا احنا هنركب لك سكرينه. ده ايفون يا شباب 13 برو ماكس اللي هو بيرزع عليه ده. خلي بالك ده الايفون ما شاء الله الجهاز الشخصي. ما شاء الله. السكرينه دي اللي هنركبها لك، سكرينه قويه جدا. مكنه برضو اللي بيقولوا عليها بمبالغ يعني. معلش لا وضح للمتابعين برضو دي السكرينه دي لو زبون داخل عادي بتركب بكام؟ لو انا زبون عادي داخل اركبها عندك في المحلات العاديه بتعدي ال 1000 جنيه، احنا بنركبها عندنا هنا. مش عايزين نقول اسامي شركات، ولكن دي فعلا بتتخطى ال 1000 جنيه السكرينه دي. موديلات السكرينه دي بتبدا معانا من 200 جنيه يعني هنا عندنا في الفرع. هنا 200 جنيه مع اي طبعا. موبايل مستعمل فري ومعاه كل اللي احنا قلناه. وعايز اقول لك ده بس اول عرض لسه بنسخن. بص بقى اللي جاي بقى، احنا اتكلمنا كده عن الجديد، اتكلمنا عن الاندرويد المستعمل طبعا مش كله، اتكلمنا عن الايفون وقلنا عرض واحد. ولكن دلوقتي بقى يا مستر محمود جينا للخناقه اللي هتحصل بينك وبين شيكو، الجزء بتاعك يا شيكو. وطبعا بابا كان مخلي دي بس العروض اللي في الفيديو، ولكن انت دورك الكبير جه. طب يا شباب دلوقتي بقى جينا لاهم جزء في الفيديو كله واللي كلكم مستنيينه، وهو جزء العروض. وخلي بالكم ان احنا النهارده هيبقى معانا منافسه قويه جدا بين شيكو وبين استاذ محمود بابا، اللي عايز اقول لكم الاثنين بينافسوا بعض على العروض. ولكن خليني عشان انا عرفت هم هيعملوا عروض ايه، فابدا بالعروض الخفيفه اللي هي يا دوب على قد استاذ محمود. سامحني بقى لان شيكو معلق عليك قوي النهارده. يلا يا استاذ محمود. بصوا يا شباب اول عرض قلناه مستر محمود هيراجعوا معاكم سريعا. قول لي كده اي موبايل مستعمل عندك هيطلع معاه ايه؟ احنا هنتكلم في اي موبايل مستعمل هنطلع معاه شاحن، سكرينه اماميه
وسكرينه خلفيه وهاند فري وجراب. 5 حاجات هيطلعوا مع اي خمس حاجات موبايل مع أي مستعمل. جهاز. اديني عرض تاني، يلا خش عليا. هنتكلم في عرض تاني كده قول لي. يعني، بقول ان شاء الله شرط العرض ان انت تعمل لايك. دي اهم حاجه، ده عشان انا بقى كلمه السر المكاتري 3 تمانيات. كود الخصم بتاعكم المكتري 3 تمانيات. ايه هو العرض التاني؟ اي جهاز هيعدي ال 30,000 جنيه هديك معاه جهاز هديه. زي كده. انت تاخده للسواق بتاعك، تاخده لابنك الصغير، تاخده لاي حد، اديك معاه جهاز هديه، تختار الجهاز اللي يعجبك. وكمان معاه نفس العروض اللي احنا قلناها، مع سكرينه شاحن، اماميه، سكرينه فري، خلفيه، شاحن، شامل هاند كل فري، العروض. جراب. كل العروض هتبقى شامله، بل بالعكس اضافه معاهم موبايل زي النوكيا اللي انت شايفه ال 106 ده، فده اوفر قوي قوي. بالتالي كفايه عليك بقى، عشان كده انت عروضك الى حد ما. تعالوا نخش في التقيل بقى، تعالى لي بشيكو بقى، امسك لي المايك وانا بص عمال اقول لهم شيكو انا عايزك بقى تتشقلب، عايزك تعمل لي بص، اديني اول عرض كده على الاكس اس ماكس. بس قبل ما نبدا ونقول العرض، الفيديوهات اللي احنا عملنا لكم عليها عروض، الفيديو بتاع الناس اللي استلمت العروض واللي فازت هننزل بيه قريب جدا، وهتشوفوا الناس وهي بتستلم الهدايا بتاعتها، عشان في بعض الناس سالت مين اللي فاز. ان شاء الله الفيديو نازل بالناس اللي فازت، ولكن العروض اللي شيكو هيقولها دلوقتي ركز بقى معايا، لازم الفيديو يعدي ال 5000 لايك. تاني يوم هنعلن عن الفايز، واللي هيفوز لازم يجي داخل المكان ويتم التصوير معاه عشان المصداقيه والناس تشوف الشخص اللي بيفوز. هتقول لي انت عمال تقول كل ده وشروطه، طب ايه هو العرض؟ فاجئني بقى، دلعني. اكس اس ماكس اول عرض. عندي عرض اكس اس ماكس، ايوه، هديهولك معاه رينج لايت، رينج لايت 70 واط، استحمل 3 اجهزه مع بعض، وهديك معاه بوكس هاند فري وايرلس، بيبقى معاهم الكفر والسكرينه اماميه وخلفيه والتشارجر عادي والهيدفون. كل ده يا شباب اراجع معاكم سريعا قبل ما تعرفوا السعر. هيطلع اكس اس ماكس مع البوكس اللي انت شايفه ده، هاند فري وايرلس، هولدر زي ما انت شايف، رينج لايت 70 واط بالمقاس اللي انت شايفه، يشيل 3 اجهزه للناس التيك توكر بقى واللي بيعملوا فيديوهات، ومع سكرينه وجراب وشاحن وكل الدلع ده. وفاجئني بقى يا بس شيكو بشرط بالسعر. يعدي ال 5000 لايك. تاني يوم هنعلن عن الفايز وتيجي تصور من داخل المكان، وقول لي بقى السعر. كل ده سعره 20000 جنيه. اكس اس ماكس بكل اللي قلناه ده بسعر 20000 جنيه. الموبايل اصلا بيتباع لوحده دلوقتي 2021. 20000 جنيه. انا عايز اقول لك الرينج لايت ده لوحده ب 1000 جنيه او تقريبا 800 جنيه، انزل اسال عليه. غير البوكس ده اصلا لوحده بفلوس، غير السكرينه والجراب لا في دلع. لا بجد عرض جامد. طب احنا نستكفى بده ولا عامل لنا حاجه تانية؟ عندي عرض مع الاكس اس. انا حاسك حابب الاكس اس والحاجات دي. لا ده عرض بقى تاني. خدوا عرض تاني برضه، ما رضاش يزعل الناس اللي هي عايزه حاجه في سعر حنين. عندي عرض الاكس اس مع تشارجر عادي بتاع الايفون، وسمارت ووتش السكرينه بتاعتها، وايربودز برو، وجراب، كل الجراب اللي على ذوقك، يلا يلا تعالى تعالى تعالى، وهيدفون، كل ده. وكمان استنى بس، وعدسه للكاميرا. كل ده ملوش حاجة. بس انا عايزك تبعد عن بابا، عشان بابا انا حاسه هيعمل كده يعني. بص بابا بكام؟ قول لي كل ده بقى. عامل 12000 جنيه. استنى لحظه 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 لحظه، انا هعيد العرض عشان السعر ده انتم ملتزمين بيه يعني، ماليش دعوه. ضن 12000 ضن ابقوا قابلوني لو استاذ محمود طلع شيكو تاني في اي فيديو. بص بقى ركزوا معايا، اكس اس مع ايربودز مع سمارت ووتش مع الشاحن مع سكرينه مع جراب مع عدسه الكاميرا، كل ده بسعر 12000 جنيه بس. الفيديو ده يعدي 5000 لايك. ايوه خلي 15000 لايك. لا. ده كده بقى مش عايز يكسبكم، بس انا واثق فيكم وعارف ان انتوا فعلا تقدروا توصلوا الفيديو لاكتر من 5000 لايك. وعايز اقول لكم بقى قبل ما نقفل الفيديو، تعالوا نسلم على مستر محمود وشيكو، لان بصراحه شيكو بدع. انا بعد كده هنلغي بقى خلاص استاذ محمود، وبعد كده شيكو اللي يطلع معانا اللي بصراحه بيطلع يجيب الخلاصه. ده لو كمل مش هيبقى في عروض تاني كده خلاص. حاجات بس سريعه اقول لكم عليها، استاذ محمود عنده شحن لاي محافظه، تقدر تتواصل معاه زي ما قلت لكم، الارقام كلها موجوده في وصف الفيديو، العنوان احنا وضحناه. ودلوقتي استاذ محمود هيدي نصيحه لاي حد حتى لو مش جاي يشتري من عنده، نصيحه ليك لو انت رايح تشتري يبقى عندك خلفيه، اديهم بحكم خبرتك بقالك اكتر من 30 سنه في السوق، يعني فيدهم باي معلومه برضو ليهم. الحمد لله. يعني انا قبل ما اكلم اي زبون عايز يشتري، انا بنصح اخواتنا اصحاب المحلات. اول حاجه يعني احب اقولها لاخواتي اصحاب المحلات، حاول تخليك صادق مع عميلك، صح. واديله الامان، وخلي العميل يحب يتعامل معاك. ازاي هيحب يتعامل معاك؟ لما تديله الامان ويجربك في اي حاجه ويلاقيك صادق معاه. طول ما انت صادق معاه عميلك هيزيد وتجارتك هتزيد ان شاء الله. انا عايز اقول لكم فعلا اي حد هيتواصل مع المكان وهيلاقي معاذ، لو دخلتوا لقيتوا استاذ محمود ولقيتوا شيكو، خشوا على شيكو، وانا اضمن لكم ان اللي هيقوله لكم على الريون
استاذ محمود مش هقول له لا، هو ده اللي هيروق عليكم. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب نكون قدمنا لكم حاجه مفيده، ونكون قدمنا لكم اسعار تليق بيكم وعروض تليق بيكم، وان شاء الله الفتره اللي جايه نقدم لكم حاجات اقوى بكتير. وبكده نكون وصلنا للنهايه. كان معاكم محمد المكاتري من قناتي على اليوتيوب. مع السلامه يا استاذ محمود. السلامه. حاسك عايز تقول حاجه، قول. يعني عايز اقول احنا مبسوطين بيكم جدا، وان شاء الله حسيت ان انت تلغي العروض دي يا جماعه، العروض بتاعت معسكر الكاميرا خفيه. وما نتمنى من ربنا ان احنا نبقى عند حسن ظنكم، وان شاء الله نوفي بوعدنا معاكم ونكبر بيكم ان شاء الله. ان شاء الله، وانا واثق فيك انك عمرك ما هتاثر رقبتي قدام اي حد من المتابعين، لان دي فعلا لتاني مره، وانا واثق اي حد هيتواصل معاك فعلا يا شباب. يعني اسمعوا مني مش هتندموا. مع السلامه. مع السلامه.